المساعد ديال المسن ما خصوش ينسى راسو حتى يولي هو عنده مشاكل صحيه او لا نفسيه لا تاثر ليه على الحياه ديالو. يعني المساعد ديال المسن تيخصو يعرف يطلب المساعده. مثلا انا عندي واحد الشخص اللي فقد الاستقلاليه ديالو، يعني خصني نهتم بهذاك الشخص المسن من جميع النواحي، من ناحيه النظافه، من ناحيه الملابس، من ناحيه الاكل، من ناحيه الدواء، من ناحيه التطبيب، من ناحيه امور اخرى خصني نهتم به. ولكن الا كنت انا الولد ولا البنت ديال ديك الشخص، وهذا المشكل تنشوفه خصوصا عند البنات، يعني تيصبروا تتلقاها حتى هي عندها وليدات، عندها اسره، عندها مسؤوليات، وعندها واحد الشخص مسن خصها تقابله، الوغ عندها مجموعه ديال الاخوه وهي الوحيده اللي كتحمل المسؤوليه. يعني فينا هما هاد الوليدات الاخرين؟ خصهم يساعدوا هاد الوليدات حتى هما من ناحيه ديال الحضور او لا من الناحيه الماديه، المهم يقدموا اي يد ديال المساعده لذاك الشخص اللي هو تيساعد المسن باش ينقصوا عليه من العبء ديال ديك المسؤوليه. حيت المريض فريمون هذاك المساعد تيولي يحس بانها عنده واحد العبء في التقديم ديال المساعده. هو سي فغي عندنا حنا في التقاليد ديالنا انه عندنا البر ديال الوالدين واحد الحاجه اللي حنا تنفرحوا بها، ولكن راه فوق طاقتك لا تلام. بمعنى هنا كنحمل المسؤوليه الناس اللي هما تيتشاركوا في الرحم مع هذاك الشخص، كذلك حتى لهذاك المساعد ما خصوش ينسى راسو. الوقيته ديال الطبيب خصو يمشي عند الطبيب، الوقيته ديال الدواء خصو ياخذ الدواء، الوقيته اللي خصو يخرج يبدل الجو شي شويه خصو يمشي يبدل الجو شي شويه، يتلاقى مع الناس، يدير شويه الرياضه، يهتم بالماكله ديالو بالنوم ديالو، باش هو يلقى داك التوازن على المستوى النفسي والجسدي، باش انه يبقى قادر يعطي لهذاك الشخص اللي مرض.